اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه النهارده جايين بفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. هنعمل كبسه الفراخ، كبسه بالفراخ يعني هتعجبكم ان شاء الله. اول حاجه بنحط معلقتين سمن حلوين وبنحط معاهم بصل، بندبله كويس، وبنحط معاه توابل كبسه وكركم وبصل بودر وتوم بودر، ملح وفلفل، والفراخ طبعا بعد ما البصل ياخد اللون ده كده هنكون غاسلين فراخ، سواء فرخه كامله سواء وراك بس سواء صدور، بس اللي انتوا عايزينه اللي انتوا حابينه يبقى معاكم يعني في الكبسه. بنغسلها كويس طبعا، ونحط برضو طالما فراخ نحط معاها ملح وفلفل اسود الاول قبل ما ننزل بيها في السمنه، وبعد كده هننزلها بقى على وشها في السمن كده. تكون طبعا السمنه يعني سخنه جدا. هنقلبهم على الناحيتين لغايه ما ياخدوا لون لون كويس. والاكله دي يا جماعه بتبقى حلوه جدا، وفي نفس الوقت بتبقى سهله، اللي هي بتبقى يعني سريعه وسهله وبيبقى طعمها حلو جدا. متنسوش يا جماعه شير ولايك وسبسكرايب للقناه، ولو في حد عنده اي تعليقات او اي كومنتات يا ريت يكتبوها لنا تحت. بس لما تاخد بقى اللون كده هنحولها على الناحيه التانية. احنا طبعا بنحط توابل الكبسه، وبنحط توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ملح، فلفل اسود، كل ده قبل ما ننزل اصلا بالفراخ. والفراخ بتبقى واخده معانا ملح وفلفل اسود وننزلها بقى في السمنه يعني كده. نحمرها كويس على الناحيتين عشان تاخد لون حلو معانا. اللون ده هيفضل معانا بقى لغايه اخر يعني زي ما انتوا تحمروها، كل ما تحمروها كويس جدا هتبقى احلى بقى في التقديم وكده. سيبها طبعا تحمر على جنبين كويس جدا، وبعد كده نبقى محضرين معانا فلفل الوان ومعانا طماطم، ونحط بهارات. في بهارات كده اسمها 11 بهار حلوه جدا بتاعت كنور، هنحطها برضو بتدي طعم حلو جدا للكبسه. نحطها على الفراخ كده ونقلب تاني الفراخ تاخد برضو لون حلو كويس، وبرضو تبقى من نوع ان هي بتخش في السوا، لان هي لازم يبقى مستويه بنسبه 90% كمان، لان الرز ما بياخدش سوا قوي يعني. انا عملتها المره دي بالوراك، بس بتتعمل برضو بالصدور، وبتتعمل لو في فرخه كامله بتبقى حلوه جدا. المنظر ده. بعد كده بقى هننزل بالفلفل الالوان وهننزل بالطماطم مع بعض ونقلبهم. كان هنا في عندي فلفل احمر، بس ممكن لو عندكم اخضر اصفر برضو بيتقطع نفس المكعبات وبينزل بيه. وهنحط كمان زبيب، نحط حبة زبيب برضو في نفس التوقيت دوت علشان يستوي كويس. هنسيبها طبعا كده شويه لغايه ما تتسبك، تخش في تسبيك. اول ما تتسبك كده وتعمل البابلز دي ننزل بحبة زبيب لو بتحبوه، لو مش بتحبوه خلاص مش لازم. عاملين ايه يا جماعه في البرد ده؟ قولولي اليوم بتاعكم بيبقى ماشي ازاي. ولو حد عنده اي طريقه للكبسه تاني يا ريت برضو ينزل يقولها لي عشان نستفاد من بعض كلنا. اكيد بتعملوا برضو بتعملوها كويس جدا. ونحط معلقتين صلصه. كل خطوه بنعملها بنستنى برضو اما السمن يسخن تاني عشان ما نحطش حاجه او السمن بارد، لازم يكون كله سخن. نحط الصلصه بقى ونقلبها تاني، وبعد كده ننزل بقى بالميه. شوفوا مش ميه كتير طبعا لان هي اصلا الفراخ يعتبر خلاص دخلت في السوا. نحط لها بقى حبه ميه ونسيب ونقفل ونغطي بقى لغايه ما ايه تخش خلاص، نحس ان هي خلاص يعتبر استوت. اما تستوي بقى نروح نازلين بالرز، الرز البسمتي طبعا، وكميه حسب الكميه اللي انتوا عايزينها. خلاص كده يعتبر خدت لون على الجنبين خلاص، وخدت التوابل بتاعتها وخدت كل حاجه بالمنظر ده. هنغطيها بقى ونسيبها تستوي شويه. بعد كده خلاص كده يعتبر استوت. هننزل بقى دلوقتي بالميه، ميه مغليه برضو، مش ميه بقى من الحنفيه يعني. متنسوش يا جماعه ذكر الله في كل الاوقات الفاضيه اللي في الفيديو. في اليوم عموما لازم نصلي على النبي كتير خلال اليوم بتاعنا عشان ربنا يكرمنا. دلوقتي هننزل بالميه طبعا بقى الفراخ، وهنسيبها تاني لغايه ما تغلي الميه، ونغطيها ونسيبها تغلي. لما تغلي بقى نروح نازلين بكميه الرز اللي احنا ايه غاسلينها طبعا ومحضرينها من قبل كده. كده ابتدت تغلي اهي.
بس كده دلوقتي بقى هننزل بالرز بتاعنا كده. خلاص الفراخ استوت بنسبة 80-90 كمان في المية. ننزل بقى بالرز بتاعنا البسمتي المغسول ومتنضف ومنقوع، يعني منقوع مش قبلها بكتير برضو 5 دقايق، ونقلبه ونغطي بقى ونوطي النار نسيبها تستوي براحتها خالص على مهلها. بتبقى اكله حلوه جدا وسريعه ومدفيه في الشتاء، لان هي اول ما بتستوي تاكلوها وهي سخنه كده بتبقى حلوه جدا. تمام كده نقلب الرز معاها، وممكن نفس الطريقه دي تعمل معاها لو في لحمه، بتعمل بنفس الطريقه دي برضو بتبقى حلوه برضو جدا باللحمه. خلاص كده هنغطي بقى الحله ونسيبهم على نار هاديه خالص لغايه ما يستووا. اعتذر يا جماعه. ولو عندكم اي طريقه اي فيديوهات او اي حاجه يا ريت تقولوها لنا واحنا نعملها ان شاء الله، ولو اي اكلات تانية عايزين تعرفوها يا ريت برضو تقولوها لنا. خلاص كده الرز داخل في السوا خلاص، هنسيبه دلوقتي وبعد كده هنوريكم بقى طريقه التقديم. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. المنظر ده خلاص برضو كده داخله في السوا. هوريكم طبعا دلوقتي ان الفراخ استوت وطاحت تاني اوريها لكم. يا ريت يا جماعه تشاركوا الفيديو وتعملوا لايك وشير لاصحابكم كلها عشان القناه تكبر ونعمل فيديوهات اكتر واكتر. خلاص كده بالمنظر ده، وبعد كده هنقدمها، وده كان الشكل النهائي ليها. يا رب يكون عجبكم وبس كده. يا ريت الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله، وبس كده خلاص مع السلامه. كده الفراخ طبعا استوت كويس جدا وكان طعمها تحفه جدا يا جماعه، يا ريت تجربوها. اكله سهله وسريعه وموفره كمان وتدفي في الشتاء اللي احنا فيها دي. بس كده استودعكم الله، مع السلامه.